منتخب مصر بالبدنة بيختتم دور المجموعات تعادل سلبي مع انجولا ويوصل للنقطة السابعة. ويلا بينا نبدأ بالشوط الأول. بدأ الشوط الأول بتمريرات في نص الملعب بين الفرقتين، وبتيجي الدقيقة 11 بأول كرة خطيرة لانجولا من ناحية الشمال عن طريق شيكو بنزا اللي بيلعب عرضية بتوصل لمبلول لكن بشوطة عالية، وبيكمل اللعب السلبي لحد الدقيقة 20 وتوصل أول فرصة لمنتخب مصر. بتلعب كرة عرضية بتوصل لمصطفى محمد بيلعب مقصيه بتوصل على راس حسام عبد المجيد لكن بياخدها من تحت لفوق وبتعدي اول فرصه لمنتخب مصر. وبيكمل اللعب السلبي لحد الدقيقه 31 والتاني فرصه لمنتخب انجولا بكره عرضيه بتتلعب جوه المنطقه بياخدها مهاجم انجولا بالراس لكن بيتصدى لها بكل سهوله مصطفى شوبير. في الدقيقه 35 فرصه خطيره لانجولا بيسددها مبولول لكن بيتالق فيها مصطفى شوبير. في الدقيقه 38 فرصه خطيره ثاني عن طريق مبولول لكن بيتالق فيها لمره ثانيه مصطفى شوبير. وفي الدقيقه 42 كره ما بين شيكو بنزا ومبولول بيضرب بيها خط دفاع منتخب مصر اللي بيوصل بانفراد لكن بيحطها بيمينه لكن بتعدي من جنب القائم الشمال. وفي الدقيقه 44 خطأ في الضغط من منتخب مصر بتوصل الكوره للاعب انجولا اللي بيسدد كوره خطيره لكن بيتالق فيها مصطفى شوبير. وبينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي كان غالب على الطابع الشوط الاول الالتحامات الثنائيه بين اللاعبين والسرعات البدنيه. ويلا بينا نشوف الشوط الثاني. بدا الشوط الثاني بثلاث تبديلات من منتخب مصر، بيخرج محمود صابر محمد اسماعيل ومصطفى محمد وبينزل مكانهم مصطفى فتحي وزيزو وياسر ابراهيم. وسط حاله من ضغط من منتخب انجولا في الدقيقه 50 تسديده بتوصل على مصطفى شوبير لكن بيتالق فيها. وفي الدقيقه 52 فاول على حدود 18 لمنتخب انجولا تتسدد لكن بتيجي في العارضه. في الدقيقه 55 عرضيه خطيره على منتخب مصر لكن بيتالق فيها مصطفى شوبير. في الدقيقه 63 تبديل منتخب مصر بيخرج مهند لاشين للاصابه وينزل مكانه محمد شحاته. وفي الدقيقه 71 تسديده خطيره لمنتخب انجولا لكن بتعدي فوق العارضه. في الدقيقه 77 كره من ابراهيم عادل يسلمها لزيزو بانفراد لكن بيتعامل فيها بشكل غريب وما يسددهاش من مره واحده ويحب يلم لكن تتقطع منه الكوره وتضيع فرصه على منتخب مصر. وفي الدقيقه 80 بتتخلق مساحه في خط دفاع منتخب مصر وبتوصل كوره من ناحيه اليمين لكن بيتداخل حسام عبد المجيد مع مهاجم انجولا اللي ما يخلوش يشوط براحته ولكن الكوره بتيجي بره ثلاث خشبات. وفي الدقيقه 84 تسديده من زيزو لكن توصل سهله لحارس المرمى. وفي الدقيقه 86 اخر تبديل لمنتخب مصر بيخرج صلاح محسن وينزل مكانه حمدي فتحي. بعد ما نزل حمدي فتحي في الدقيقه 87 بيسدد كوره من بره ال 18 بتوصل خطيره لكن بتعدي من فوق العارضه لمنتخب انجولا. في الدقيقه 90 فاول خطير على حدود 18 لمنتخب انجولا بتتسدد لكن بتعدي فوق الثلاث خشبات. وفي تسديده اخيره في الوقت الضايع بينتهي الشوط الثاني بالتعادل السلبي وبتنتهي المباراه بالتعادل السلبي في المجمل. في انتظار مباراه منتخب مصر في دور ال 16 يوم الاثنين الجاي الساعه 6 وصلي على النبي.